السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مختلفة. عايزين نتعرف على المعيشة والمصاريف هنا في ألمانيا والحياة عامة في ألمانيا. في ناس كتير قبل ما بياخد خطوة السفر بيبقى عايز يعرف هل يا ترى هنا هيقدر يصرف قد إيه، هياكل ويشرب بقد إيه، السكن ماشي إزاي، هيقدر يوفر من مرتب ولا لأ. حاجات كتير بتدور في دماغي. طيب مبدئيا كده عشان نكون عارفين، في هنا سلسلة محلات، سوبر ماركتات في جميع أنحاء ألمانيا، موجودة في أي مكان. نفس الأسعار موجودة في الشمال، في الجنوب، في الغرب، في الشرق، تبقى نفس الأسعار. تمام. فمتوسط كده البني آدم هنا، الشخص الواحد ممكن ياكل هنا من 200 ل 300 يورو. 200 ل 300 يورو دوت، يعني هو بص مش حارم نفسه من حاجة. تمام، أقصاه 300 يورو. تمام، ده لو بص بقى يعني إيه، ما خلاش حاجة ما جابهاش. طيب دي حاجة، بس طبعا الكلام ده انك مش هتروح تشتري اكل من بره. انك تشتري اكل من بره دي حاجة تانية خالص. انا بتكلم ان انت هتروح تجيب منتجات من السوبر ماركت وتعمل اكل ايه وتطبخ في البيت. فانت تجيب كل اللي نفسك فيه وتعمل كل حاجة انت عايزها. طيب، ده بالنسبة لموضوع الاكل والشرب. بالنسبة للسكن بيختلف على حسب المكان اللي انت رايحه، على حسب الولاية اللي انت هتروحها، سواء في الشمال سواء في الجنوب سواء في الغرب سواء في الشرق. بس هو عامة الجنوب بيبقى اغلى شوية. بس في الجنوب السكن بيبقى غالي، المرتبات بتبقى اعلى من الشمال واعلى من الغرب. تمام، فهي نسبة وتناسب. يعني ما تبصش على سعر السكن على قد ما تبص لمرتبك. مرتبك بيبقى عالي شويه عن الناس. يعني انت مثلا لو شغال شغلانه معينه وليك ناس زمايلك هنا في المانيا، لو سالتهم مثلا هتلاقي ان انت مرتبك اعلى منهم، بس انت مثلا في الجنوب فسكنك اعلى. فاهمني؟ فهي تعتبر نسبه وتناسب. فهنا مفيش، ما تجيش تقول انا عايز اروح الجنوب عشان مرتبات اعلى، عايز اروح الشمال عشان مرتبات اعلى. لا، هي نسبه وتناسب. فاهمني؟ السكن بيعلى وبيغلى على حسب المكان اللي انت فيه. فمرتبك عالي هتلاقي ان السكن في المكان اللي انت رايحه ده غالي. تمام، وهكذا. فده يعتبر نظرة سريعة كده. بس السكن بيتراوح ما بين قد ايه؟ يعني مثلا لو بنتكلم مثلا بسم الله في النورد راين، تمام، بنتكلم ان السكن ممكن يكون مثلا من 400 يورو، ممكن اقصى 600 يورو او 700 يورو برضو. يعني ده كله على حسب برضو المساحه وعلى حسب حاجات كتير. يعني الاوضه اللي انا واخدها مثلا او الشقه اللي انا واخدها ممكن تكون فيها حمام ومطبخ. ده الحاجات دي الحيثيات دي كلها بتفرق عن ان انا مثلا قاعد في سكن جماعي، مثلا شقه مثلا فيها اوضتين ولا ثلاثه معايا اتنين تانيين والحمام والمطبخ مشتركين. كل حاجه ولها حسبتها. تمام. الهامبورج والحتت اللي في الشمال برضو بتبقى رخيصه. عندك في الجنوب لا، انت ممكن بقى تسمع ارقام خياليه. يعني انت ممكن تبقى واخد اوضه في سكن جماعي معاك مثلا اتنين كمان ولا حاجة، او تلاتة كمان، والحمام والمطبخ مشتركين، وتلاقي نفسك مثلا بتدفع لك اقل واجب 800 900 يورو. فده عادي هنا في ايه، في الجنوب. بس بالنسبة للطلاب بيبقى ليهم سكن معين وبيبقى ارخص من كده، وبيبقى ليهم سكن جامعي بيبقى رخيص شوية، بس برضه مش اقل مثلا من 650 يورو او 700 يورو هنا برضه. ده بالنسبة للجنوب. ده يعتبر نظرة سريعة. طبعا انت اقعد شوف انت مفروض عقدك مفروض مثلا بكام، اقعد احسبها بقى مع نفسك. طبعا الضرايب هنا يا شباب بتبقى بتتراوح من نسبة 30 ل 33%. هم بيحطوك على انهي شريحة ديت بقى، هم يعني ليهم بقى قصتهم بيحسبوها زي ما بيحسبوها. يعني ما نعرفش بيحسبوها ازاي، بس هي يعني من 30 ل 33% تقريبا. دي تعتبر متوسط الضرايب هنا. ممكن تقعد تحسبها كده تبقى عارف انت ممكن تصرف قد ايه وكذا، وتقدر انك هتوفر ولا لا. بس على العموم الدنيا هنا كويسة. بالنسبة للحياة هنا لا كويسة. طبعا أكيد في عنصرية، العنصرية موجودة في أي مكان في الدنيا. بس طبعا بتحسها قوي في المدن الكبيرة. يعني ابعد عن المدن الكبيرة هتلاقي العنصرية اللي بتقابلها نادرة. يعني مش هتقابلها قليل جدا. تمام. أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. ده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.